فهم قد علموني أن أرصع صورة الشوهاء دوما بابتسام. أماه برحني الهوى لكنهم وقفوا أمامي، منعوه حتى أن يزيل بكفه الولهى لسامي، منعوه حتى أن يقول أحبها. شدوا وثاق الحب في شفتيه، مدوا ألف جسر بيننا، قصوا جناحات الحمام. أماه ناديني أنا وحدي هنا، الدمع مائي والمنى السكلى طعامي. قولي أحبك، دلليني واحضني وجهي الذي أمشي به خطأ أمام حصونهم، وأعود للمرآة دون ملامح منزوعة مني عظامي. قصي علي حكاية أغفو عليها مثلما عودتني، إني هنا محرومة حتى الكلام، وحروفك الخضراء يا أمي بقلبي لم تزل تحبو أمامي، والصوت في أذني يداعب وحدتي. يا طفلتي نامي، يا طفلتي نامي، شدي على جسد الغطاء ورددي. يا طفلتي نامي، أماه إني ها هنا محرومة حتى الكلام. الله، رائعة رائعة، أنا كنت هعيط أصلا. رائعة بجد، يعني نسقف لحضرتك زي. أشكرك حبيبتي. طيب عايزة أسأل إيه، أسأل حضرتك إيه ظروف القصيدة دي؟ يعني أنت بتقولي إن أنت بتكتبي ارتجالا بالمشهد، لازم يكون نعم. حدث حاصل في حياتك، فإيه الحاجة اللي أنت شفتيها خلتك تكتبي الكلام ده؟ يعني إيه وصلي لي إحساسك وقتها؟ يعني هذا يعني قد لا يكون إحساسي أنا، ولكن قد يكون إحساس أحد، وأنا يعني تأثرت بيه لدرجة أن أنا يعني ماذا لو كنت أنا بطلة هذه القصة، كنت هقول إيه؟ وده بيحصل كتير. طب يعني بصي، أنا مستمعة جيدة جدا لحكايات الأخريات، وأحب أسمع قوي. يعني أنت بتحكي وأنا مش بسمع عشان أطبطب عليك، لا، سجل. أنا بسمعك وأنا بسجل اللي أنت بتقوليه جوايا، تحسيه جوا عقلي عشان وقلبي، تطلعيه كشعر، وأبدأ أنا اللي هو إيه، على قدر بقى انفعالي باللي أنت بتحكيه، وعلى قدر ما أنت كنت بتحكي الحكاية الحقيقية، مش بتحكي حكاية تستثيري بيها عطف المستمع، لكن أنت بتحكي حكايتك. بأبدأ أنا بعد ما أقعد في الحكاية وأسمعها، أحس إن أنا هي، أنا مش أنا اللي حكت. شعورها وصلك تماما. ولذلك حتى يعني بعض الناس ما يقدرش يعبر عن ده، وبعدين لما يسمع تقول لك ايه دي، الله دي انا، والله انا زي اللي هي بتقولها دي، انا حصل لي كده، او الكلام اللي انت بتقوليه انا عايزه اقوله بس مش عارفه اقوله. وهو ده بقى الوصول للمتلقي سمعا وروحا وقلبا. طب انا عايز اسال حضرتك سؤال، هل حضرتك بتحسي ان الحب ساعات ممكن يكون مكبل مثلا او مربوط؟ بل هو كثيرا يعني هو مكبل. ويعني قد لا تكون فقط ظروف الحياة، ولكن يعني الحب الحقيقي حتى وسط هذه القيود يستطيع أن يفرض نفسه، ويستطيع أن يصيح ويصرخ وسط كل هذه القيود ويقول أنا هنا، ها هنا حب يراه الجميع. الجميع. حضرتك شايفاه ممكن يأيد الحب غير المشاكل الحياتية والحاجات دي؟ أنا يعني هقول كلام غريب جدا، اللي أنا شايفة إنه يقيد الحب بعيدا عن المشاكل وبعيدا عن الظروف زي ما أنت بتقولي، المحب نفسه. المحب نفسه، نعم. هناك محب غير قوي في حبه، لا يدافع عن حبه، فتجد إنه يستسلم عند أول عقبة ويقول لا يعني مش هكمل. ولكن الحب الحقيقي هو الذي يكمل معك للنهاية، وليس شرطه أبدا إنك أنت تلتقي مع المحبوب. هناك تواصل من نوع آخر، هناك تواصل من نوع آخر